37. هذه التشكيلة اللي أمام حضراتكم هي تشكيلة نادي بايرن ميونخ. أما رقم 13 في وسط الملعب ريكاردو مونتوليفيا برقم 18، اندريا بولي برقم 16، بيرتولاتشي بالرقم 91، جياكومو بونافنتورا بالرقم 5، ميباي نيانغ بالرقم 11، وخواكين سوزو بالرقم 8. هي إلى الجانب ملعوبة الكرة من اندريا بولي، تعود مرة أخرى للظهير، تسديدة حلوة ملعوبة من لوكا أنتونيلي إلى خارج البرتغالي من بنفيكا. ورقة اللعب خطرة ومرة أخرى طالت وهناك لمسة. تذهب الكرة مرة أخرى إلى بونافنتورا يعيدها إلى باليتا. بدأ الآن ميلان ينقل كرات، يستحوذ على الكرة، تعود الكرة إلى نيانغ اللاعب الفرنسي، ونيانغ ومرة أخرى والكرة يخلصها المدافع بادشتوبا. تذهب الكرة من جديد، تعود إلى رافينيا وإلى ركلة مرمى لصالح. مرة أخرى الكرة بالمنتصف، تشابي ألونسو وألابا يلعبها إلى حارس المرمى. تذهب الكرة إلى بونافنتورا، عرضية ملعوبة، جول ويبدو رومانيولي. ريبيري ودافيد ألابا قريبين من الكرة. ريبيري يلعبها، رأسية اللعب يخلصها حارس المرمى، ومرة أخرى ريبيري من جديد يتخلص والكرة تذهب ويشتتها رومانيولي يشتت. ريبيري يلعب الكرة، ألابا يلعبها عرضية، تبعد الكرة بالرأس، فيليب لام أقرب للكرة. ألابا يلعب الكرة إلى الجهة البعيدة، محاولة ريبيري، تعود الكرة إلى الكانتارا، يلعبها خطرة، رأسية ملعوبة برا الملعب إلى ركلة لا تياغو الكانتارا. كرة ما سيطر عليها اللاعب بادشتوبا، الخطرة هذه نيان، جول! غلطة الشاطر بألف. هولجر بادشتوبر يخطأ ويضع كرة على طبق من ذهب لميباي نيانغ اللي يسجل الآن الإيطالي لا شيء. بايرن ميونخ الألمان، شوف مدافع عليه أن يبعد، وبذكاء ودهاء يلعبها إلى يسار الحارس أوليرايش ويسجل أول أهداف المباراة. ميباي نيانغ اللاعب الفرنسي القادم من جنوة، لعب لميلان، لعب لكا، يحاول يمر الآن. ريبيري يلعبها، ألابا يسدد برا الملعب إلى ركلة دافيد وريال مدريد. الكرة ملعوبة خطأ، ريبيري يلعبها، جول! فرانك ريبيري بكرة جميلة يلعبها وتمر على يمين الحارس دوناروما ويسجل فرانك ريبيري هدف التعادل بالدقيقة 29 من عمر المباراة. فرانك ريبيري يباغت الحارس وفريق AC ميلان بكرة جميلة من شوف مرة أخرى، لاحظ قريبة من منطقة الجزاء أو من داخل الجزاء، كرة ملعوبة ألابا يحولها، شوف فرانك ريبيري داخل منطقة الجزاء على الطاير، يلعب الكرة جميلة بيمينه تمر على يمين الحارس جيان لوجي دوناروما ويسجل أول أهداف المباراة. 1-1 الآن. شوف مرة أخرى الكرة ملعوبة، ألابا يسدد، جول! كرة مباغتة حلوة من دافيد ألابا بالدقيقة 38 من عمر المباراة. لاحظ من مسافة حوالي 32 متر يسدد كرة يسارية تمر على يسار الحارس دوناروما. ريبيري بيمينه على يمين دوناروما، وألبا بيساره على يسار دوناروما، ويتقدم بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف واحد لAC ميلان. دافيد ألابا يحاول، دافيد ألابا يلعبها إلى فيليب لام اللي ماخذ فراغ جميل، يلعب كرة عرضية وكرة طالت على بيرنال. تعود إلى تشابي ألونسو يلعب الكرة، مستغل تقدم الحارس، شوف الخبرة والذكاء، استغل تقدم الحارس من منتصف الملعب ولعب الكرة تمر إلى خارج الملعب رمية تماس. كرة ملعوبة، تعود مرة أخرى من سوزو إلى أندريا بولي، كرة عرضية ملعوبة خطرة، رأسية تبعد من اللاعب فيلدهان. مرة أخرى محاولة نيانغ، كرة خطرة، جول! الله! جول بونافنتورا أو اللاعب بيرتولاتشي.
شوف المحاولة. سوزو يلعب الكرة، دربكة داخل منطقة الجزاء، كرة عالية، اللعب بالرأس، تعود مرة أخرى من بين كثافة عددية. شوف بيرتولاتشي يلعب الكرة، بيرتولاتشي يلعب الكرة ويسجل الهدف الثاني. كرة ملعوبة مرة أخرى، تعود الكرة لنيانغ، مبامينياغ يلعب إلى سوزو، خطرة هذه، سوزو جول، الله حلوة، جملة تكتيكية جميلة. كأس العالم للسيدات عام 99 البرازيل وإيطاليا، الولايات المتحدة، كرة اللعب، خطرة برا الملعب إلى ركلة مرمى. الولايات المتحدة مع بيرتولاتشي، تذهب الكرة مرة أخرى بينية ملعوبة لنيانغ، نيانغ ممكن يسدد، تسديدة برا الملعب إلى خارج الملعب، كرة حلوة جميلة تعيد، يحاول يمر الآن فيليب لام يعيد الكرة إلى تشابي ألونسو، حلوة ملعوبة وبيرنات، جول، الله طالت الكرة. تلعب الكرة مرة أخرى، محاولة إلى يوريكوكا، حركة لعب جميلة، يسدد، جول، يا وين انت، وين الكرة يا رجل؟ شوف من مسافة حوالي 40 متر يسدد بيساره، ترتطم باللاعب وتغير مجراها تخدع الحارس ستيفن أوليرايش لاعب شتوتغارت وحارس شتوتغارت السابق، ويسجل. فرانك ريبيري يلعب الكرة بالمنتصف، تذهب إلى فيليب لام، تعود الكرة إلى بينكو والكرة إلى خارج الملعب. ديفيد ألابا يلعب الكرة عالية، خطرة، جول، الله. فيلدهان يضيع فرصة ثمينة، هذه فرصة هدف كبس على العمود البعيد لكن يفشل نيشار. الآن تعود الكرة مرة أخرى، يا سلام، وبالتالي الكرة مقطوعة من أمام اللاعب رومانيولي، خطرة وكرة طالت من بيرنات إلى خارج الملعب. ليفو عالي من مونتيليفو، خطرة إلى بونافنتورا، عرضية، خطرة، وبالتالي فرصة تضيع إلى ركلة مرمى. وخطرة إلى خارج الملعب، كرة خطأ. بينكو يحاول يعيد الكرة إلى أوستوك يلعب كرة بينية، خطرة وإلى حارس المرمى. ألابا يسيطر على الكرة، وكرة عالية من ألابا إلى ركلة مرمى لصالح نادي إي سي ميلان الإيطالي. ركلة كرة طويلة تذهب إلى بيرنات، عرضية، خطرة، جول، الله. ضاعت أيضا على ميزة يرتكبها جيرسون بيرغارا. شوف هل هي ركلة جزاء؟ والله على كل حال حكم المباراة صاحب القرار. فرانك ريبيري بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، فرانك ريبيري، هل يفلح دوناروما بإنقاذ ميلان؟ فرانك ريبيري قدم، فرانك ريبيري ويسجل هدف التعادل، يسجل فرانك ريبيري. شوف راح نذهب لركلات الترجيح، وهدف التعادل.